ازيكم عاملين ايه؟ بعد ما اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن أول 24 ساعة في حياة الطفل وإزاي الدكتور بيطمن على صحة الطفل قبل ما نخرج من المستشفى، وبيطمن على التنفس والقلب ونسبة الصفرة والسكر ويبلغنا بيهم قبل ما نروح البيت، ومفروض يقول لنا كمان أهم التطعيمات. احنا هنا بنفكرك بأهم التطعيمات اللي المفروض الطفل يحصل عليها، وازاي اتعامل مع الطفل بعد ما نروح البيت، وازاي اعرف ان هو جعان، وازاي اعرف ان هو شبعان، والمفروض يرضع كام مرة في اليوم. انا دكتورة مي خليفة، استشاري رضاعة طبيعية. يلا نبدأ. نيجي بقى لسؤال مهم جدا: ازاي اعرف ان البيبي جعان، وازاي اعرف ان هو شبع، والمفروض يرضع كام مرة في اليوم؟ كله هيقولك ان هو لو عيط يبقى جعان، بس للاسف لو عيط يبقى دي اخر علامه من علامات الجوع، وهو خلص كل الطرق بتاعته ان هو يفهمك ان هو جعان بس انتي معرفتيش. كل ما تعرفي بدري ان هو جعان، كل ما يكون اهدى بكتير وقت الرضاعه. طيب لو هو وصل للعياط وقت الرضاعه، لازم تهديه قبل ما ترضعي. طيب المفروض يرضع كام مرة في اليوم، ويقعد قد إيه بيرضع؟ لو لقيناه بيرضع وبعدين بيقف شوية ياخد نفسه ويبلع، معنى كده إن هو ماشي في الرضاعة كويس حتى لو قافل عينيه. لكن لو أول ما حطيتيه على صدرك نام خالص وما مشيش بنفس البيس أو بنفس الطريقة اللي احنا بنقول عليها دي، ده معناه إن هو تقريبا مش واصل له لبن، وإحنا محتاجين نقف ونقيم الرضاعة وقتها. المفروض إن هو بيرضع من 8 ل 12 مرة في اليوم، يعني تقريبا كل ساعة ونص لساعتين. نيجي لسؤال مهم جدا: إزاي أعرف إن البيبي بيرضع كويس؟ عندنا 4 نقط هنركز فيهم علشان نقيم الرضاعة. أول حاجة هو الالتقام الجيد. الالتقام الجيد هو إن البيبي ياخد الحلمة وجزء من الهالة جوه بقه، ويكون بيرضع بشكل منتظم، اللي كنا اتكلمنا عليه من شوية. بيرضع شوية وبعدين يقف علشان ياخد نفسه ويبلع اللبن. دقنه بتكون لازقة في ثدي الأم، مناخيره بتكون قادرة تتنفس، لأن هو لو مش قادر يتنفس هيسيبك ومش هيقدر يكمل الرضاعة. طيب لو لقينا إن البيبي بينام، لازم تصحصحيه. إزاي طيب أصحصحه؟ أول حاجة ممكن تنادي عليه باسمه لأن هو عارف صوتك. تاني حاجة ممكن تطبطبي على وشه أو على راسه بشكل خفيف جدا. تالت حاجة ممكن تجيبي قطنة وتبليها شوية مية وتحطيها على خده. رابع حاجة ممكن تقلعي الحفاضة علشان يصحى. طيب لو كل ده مش نافع وبرضه الطفل بينام أثناء الرضاعة، وقتها عايزة أقولك إنك محتاجة تستشيري استشاري رضاعة طبيعية علشان يساعدك نحل المشكلة. تاني حاجة تعرفنا إن الرضاعة ماشية كويس هو إن إحنا لما نيجي نغير الحفاضات للبيبي، تقريبا بنغير من 4 ل5 حفاضات في اليوم مليانين. تالت حاجة هي لون البراز. أول ما البيبي بيتولد بيكون لون البراز أسود خالص، بعد كده اللون ده بيتغير، بيكون أخضر غامق، بعد كده أخضر فاتح في بني، لحد ما يوصل للون الطبيعي خالص اللي هو بيكون أصفر مستردة ويكون محبب، وهو ده اللون الطبيعي للطفل اللي بيرضع رضاعة طبيعية. لو لقينا إن لسه عند اليوم الرابع أو الخامس البراز أسود، يبقى نعرف إن هنا في مشكلة ومحتاجين نقيم الرضاعة. رابع حاجة بنقيم بيها الرضاعة الطبيعية هي وزن البيبي. من الطبيعي إن البيبي يفقد أقل من 10% من وزنه خلال أول أسبوع، لكن لو الرضاعة الطبيعية ماشية بشكل كويس ممكن البيبي ما يفقدش من الوزن، وممكن كمان يبدأ في الزيادة. طيب هو أصلا المفروض البيبي يزيد في الوزن قد إيه؟ خلال أول 4 شهور من عمر البيبي كل شهر بيزيد الطفل كيلو إلا ربع، يعني تقريبا كل أسبوع بيزيد من 150 ل 250 جرام، وكل أسبوع لازم نوزن الطفل علشان نقيم الوزن بتاعه ونقيم الرضاعة الطبيعية وصحته بشكل عام. وبكده نكون خلصنا الحلقة النهاردة، ولو عندك أي استفسار تخص الرضاعة الطبيعية وصحة طفلك سيبيها لنا في كومنت وإحنا هنرد عليه.